زميلي علي، أهلا وسهلا بكم أكيد بتوقيت القشلة ومن قلب ساحة القشلة اليوم، وفي يوم مشمس مميز سيتم تكريم اللاعب الدولي السابق أستاذ عادل إبراهيم الذي ترك بصمة كبيرة وواضحة جدا في سماء الرياضة والكرة، كرة القدم. يعني هذه الشخصية اليوم احنا سعداء صراحة للقائها، يمكن صدفة، لكن اليوم سيتم تكريمه من قبل منظمة المتحف المتجول الثقافي. كان من المفترض أن يتم علي التكريم داخل المتحف، لكن للأسف يعني نتيجة قطع الكهرباء، تيار الكهرباء داخل المتحف، اليوم تم على الهواء الطلق هذا التكريم الجميل. يعني اليوم احنا نستفيد من وجودك أستاذ عادل اليوم. صباح الخير أول مرة. صباح النور إليك وإلى كل الشباب الطيبين الواقفين. يعني من ستينات القرن الماضي وخصوصا يعني فريق المصلحة وذكرياتك بهذا الفريق، وخصوصا أنت أول من سجل هدف محلي عند افتتاح ملعب الشعب، يعني يمكن سنة 66 إذا تتذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر القناة الرياضية، هي السباقة دائما في المحافل الرياضية. الحقيقة الهدف اللي سجلته ملعب الشعب هو هدف محلي مو دولي. قاسم محمود اللاعب الدولي ألف رحمة على روحه، هو سجل هدف على بنفيكا. أنا ورا مباشرة سجلت الهدف على القوات المسلحة، وهذا في التاريخ هم المرحوم قاسم محمود. وهذا إلي همنا محلي سجلت أنه ملعب الشعب لسنة 1966. أستاذ عادل عندك عند افتتاح حضرها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرحمن عارف. عندك ذكريات أيضا ويا الزعيم عبد الكريم قاسم؟ نعم عندي ذكريات. الزعيم المرحوم عبد الكريم قاسم أول مرة يجي بملعب الكشافة. الحقيقة أني حال اللاعب ما أعرفه ولا يعرفني. عندما فزنا واخذنا البطولة دي صافحني قال لي عادل هدفت. أنا حقيقة استغربت، زعيم يعني رئيس جمهورية يقول لي إلي عادل إبراهيم هدفت. فهذاك الهدف كان تاريخ إلي من سجلت أنه بملعب الكشافة. اللاعب الدولي عادل إبراهيم، مثلت العراق كثيرا خارج البلد، وأيضا أحرزت الانتصارات الكبيرة، وعندك أيضا جوائز وتكريمات. والله الحقيقة أني لعبت كلاعب في المنتخبات الوطنية. كان بوقتنا ماكو وطني، ماكو آسيوي، ماكو يعني هاي يدزون منتخب العسكري ويدزون منتخب بغداد كلاعبين دوليين، يروحون إلى ألمانيا، رحنا إيران، الأردن، فلسطين. احنا بوقتنا مو مثل هسه حاليا يروحون الفرق يلعبون إلى الدول الخارجية كمنتخب الوطني وهاي. وأنا حاليا يعني في اتحاد كرة القدم، عندي 22 سنة خدمة بالاتحاد، والحمد لله والشكر. إذن قايل لهم لرئيس الاتحاد وإلى النائب الأول إذا أروح إلى در حقي هنا في اتحاد العمر كله إن شاء الله. يعني الإصابة اللي انصابت وعلى أثرها اعتزلت اللعب والرياضة. اعتزلت من أجل الإصابة، ورحت إلى برا إلى الخارج. سويت العملية 4 شرايين وصرت شلل على أثرها. واحنا نقول لك العمر كله إذن يا ربي. وبهذا المناسبة يعني وجوده نستثمر اليوم بتكريمه من قبل أستاذ هاشم، وأنت تستحق الأكثر يا ربي. مبارك لك. أنا أشكركم وأشكر القناة الرياضية على هذه المداخلة. القناة العراقية هي المداخلة، والله يطول عمركم بالخير والتوفيق. تسلم، شكرا. ويخليكم للعراق العظيم. تسلم، شكرا جزيلا وبالتوفيق. سعدنا ويشرفنا نقدم لك هاي
إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذا التكريم الجميل اللي نتمنى يا ربي الصحة والسلامة للأستاذ عادل، هذه عودة من جديد لك زميلي علي الخالدي.